الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خديجة إلى رحمة الله. بعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ب3 على اختلاف القولين، توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. كانت وفاتها في شهر رمضان السنة 10 من النبوة، ولها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. إن خديجة كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت معه ربع قرن، تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرمت ولد غيرها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.